مساء الخير. انا في الفيديو ده هشرح عمليه تحويل الفلوس من باي بال هنا في مصر، وازاي تربط باي بال بكارد وتقدر تستقبل عليه الفلوس. عموما لازم باي بال يتربط بكارد من نوع فيزا مش ماستر كارد. لو انت عامل حساب في البنك وعاوز تربطه بباي بال لازم تربطه بكريدت كارد من نوع فيزا، كريدت كارد مش ديبت كارد. الحل اللي انا هشرحه في الفيديو ده عن طريق الفيزا بتاعت ايزي باي. الموضوع ده تقدر تعمله خلال 24 ساعة، وأنا عملته فعلت الكارد خلال 24 ساعة. كل اللي أنت بتعمله بتروح أقرب فرع بوسطة ليك، تشتري إيزي باي، يديلك الظرف ده ب25 جنيه. كل اللي أنت تحتاجه رقم البطاقة، هيملا لك الأبليكيشن، هياخد بياناتك. بعد ما يديلك الكارد هتتصل بخدمة العملاء، هتديهم رقم الكارد هيفعله لك وأنت في التليفون. وقبل ما تمشي من هناك اعمل ديبوزيت أو إيداع ب100 جنيه، هي أقل حاجة تعملها إيداع 100 جنيه. ليه ال100 جنيه دي؟ علشان باي بال لما تربط بيه الكارد هياخد منك دولار ونص، هيسحب من الكارد دولار ونص تقريبا، هم 35 جنيه، وهيرجعهم لك خلال يومين. بياخد السحب ده علشان هيسألك على رقم العملية. أول لما تديله رقم العملية صح، هيتأكد إن أنت الحساب ده بتاعك وأنت ليك أكسس عليه. هتعرف من رقم العملية، هتتصل بخدمة العملاء تاني بعدين بعد ما دخل الكارد على باي بال ويسحب منك الفلوس. هتسألهم على رقم العملية، آخر عملية تمت على الحساب. هيديلك الرقم اللي هو 4 أرقام، هتدخله على باي بال وهيتم تفعيل الكارد. وعشان تتاكد اكتر تدخل على السبورت سنتر في باي بال وتبعت لهم مسج تتاكد ان الكارد اتفعل، وتسالهم هل الكارد بتاعي مستعد ان هو يستقبل فلوس دلوقتي ولا لا. وانا كاتب المسج في الديسكربشن، ممكن تاخدها كوبي بيست. ده باختصار العمليه كلها. لو انت بتشتغل على فريلانسر او اي موقع عمل حر تاني او اي اونلاين ستورز، او بتستقبل فلوس من اي عميل او من اي حته، تقدر تشتري الكارد ده بكل سهوله ب25 جنيه وتفعله في خلال 24 ساعه. والفلوس لما تحولها من باي بال هتوصل لك على الكارد خلال من 5 ايام ل7 ايام عمل. بعد كده الكريدت كارد ده، سوري، الكارد ده تقدر تسحب بيه من اي اي تي ام مكتوب عليها 1 2 3، بس هيسحب منك 3 جنيه في او 5 جنيه في كل سحبه. غير لو انت سحبت من مكنه البوسطه ده مش هيسحب منك اي حاجه. يعني كده خلصت الفيديو ده. لو في اي حد عنده سؤال او قابلته اي مشكله ممكن يكلمني في الكومنتس. وممكن تتابع باقي الفيديوهات وتعمل سبسكرايب لو عايز تتابع باقي الفيديوهات شرح العمل الحر عموما او العمل اونلاين. شكرا.